to address the 12th Assembly of the United Nations. سعادة الرئيس، يطيب لنا أن نعبر لسعادتكم عن الأثر البليغ الذي تركته في نفسنا العبارات الرقيقة التي وجهتموها إلينا، وعن مدى ارتباطنا وارتياحنا لهذه الفرصة التي أتيحت لنا لإلقاء هذه الكلمات في جمعيتكم الموقرة. وأملنا أن يعم السلم سائر البشر، وأن يشعر جميع سكان المعمور على السواء بالطمأنينة والأمن، بيد أن مما يؤسف له أن هناك أقطارا لا يسود فيها السلم والأمن، ويؤلمنا ألما شديدا أن تجري في أرض جارتنا الجزائر الشقيقة معارك يتسع نطاقها يوما بعد يوم، وما أشد رغبتنا في أن تباشر مفاوضات بين جميع من يهمهم الأمر لتسوية النزاع القائم تسوية تتفق وميثاق الأمم المتحدة الذي يعترف للشعوب بحق تقرير مصيرها. وليس من العسير على العزائم الصالحة أن تضافر جهودها مصطنعة في ذلك الحكمة وحسن الإدراك لحل هذا المشكل الأليم ولوضع حد لإراقة الدماء.